النهاردة احنا هنعمل اسهل كريبات هتعمليها في البيت من غير ولا بيض ولا لبن. يلا بينا على الطريقة. 5 كوبايات من المية في الخلاط، نفس مقدار المية هو مقدار الدقيق اللي انا هاخده. خدت 5 كوبايات مية، عليهم 5 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، وربع معلقة من الملح. ضربت الخليط اهو، الخليط كله اهو في الخلاط، وده القوام اللي انا عايزاه. هجيب بقى طبق واجيب مصفى وقعدت الخليط ده كله على المصفى عشان لو في تكتل اي حته دقيق اي حاجه تتفك معانا. اركنه بقى على الجنب شويه لحد ما يرتاح معايا، واحضر بقى معايا الفراخ اللي هعمل بيها الكريبات. جايبه نص كيلو بانيه وغسلاه كويس قوي ومقطعاه شرايح طويله كده، ومعايا بقى البهارات بتاعتي. معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه صغيره من الجنزبيل المفروم، ربع معلقه ملح، ربع معلقه سكر، نص معلقه 7 بهارات، والملح بتاعي معلقه. اجيب بقى بوله فاضيه معايا واحط فيها كوبايه ونص من الحليب، لو عندك لبن رايب عادي بيبقى حلو. واجيب معايا كمان معلقه كبيره من الخل. الخل بيخلي اللبن يقطع ازاي وبيخليه زي الرايب. واجيب بقى البهارات بتاعي كلها احطها. قلبت الخليط كله معايا، احط بقى معايا الفراخ كلها واسيبه بقى لمدة ساعتين، واجهز معايا الفراخ التانية عشان هعمل كمان فاهيتا فراخ. هعمل نوعين، بالكريسبي وفاهيتا فراخ. نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاها مكعبات، بصلة متقطعة جوانح، وفلفل بقى معايا الوان، على فص واحد بس من التوم. الطاسة على النار اهي، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة لحد ما سخنت معايا السمنة. احط بقى صدور الفراخ معايا، بعد كده احضر معايا البهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وبابريكا وبهارات فراخ والسبع بهارات وربع معلقة من الفلفل الأسمر، واسيبها كده معايا لحد ما تستوي نص سوا. قبل ما تستوي معايا بقى نص سوا، تعالوا معانا ما نعمل عيش الكريبات. جبت طاسة على النار وحطيت عليها نقطة صغيرة قوي ومسحة من الزيت، والخليط بتاعي اهو بعد مرتاح. هسقط بقى الخليط بتاعي في النص اهو، وامسك الطاسة كلها واسيبه على النار بقى لحد ما الجوانب كلها من الجنب هي اللي تطلع بقى وتعب كده شويه كده، يبقى هي خلاص اتعملت من تحت. شايفين الجوانب فكت ازاي معايا من الجنب اهو. هقلبه بقى الناحيه التانية. ونروح بقى للفراخ بتاعتنا عقبال ما الكريبات خلاص بقى اهيت هنخلصها على النار التانية. جبت فص الثوم بتاعي اللي انا قلتلكوا عليه اللي انا فرماه واحطه فوق الفراخ. شايفين الفراخ نزلت الميه بتاعتها اهي. اجيب البصل بتاعي اللي انا مقطعاه جوانح واقلب كل ده واسيبه يدبل كل ده ببعضه. البصل اهو دبل معايا، انزل بقى على الفلفل بتاعي بالفلفل بتاعي كله. ما تخلوش البصل يستوي قوي وما تخليش برضو الفلفل يستوي قوي، يا دوبك يدبلوا بس. هنسيبها بقى لحد ما الفلفل كمان يدبل التتبيله اللي مش قوي، واقفل عليها النار وخلاص كده معايا هي خلصت. هنحضر بقى التشيكن كريسبي معانا. جبت معايا دقيق اهو، وهحط على الدقيق معلقه ونص من النشا. هاخد بقى البانيه بتاعي واحطه في قلب الدقيق، بعد كده اخده احطه في الخليط التاني بتاعي واكبسه تاني في قلب الدقيق. خلصت الكميه اهيت كلها،
هحمرها بقى في الزيت واجيلكم بقى عشان نحضر السندوتشات بتاعنا الخطيرة. هنبنيها كده ونجيب بقى الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا وحبة جبنة شيدر وحبة جبنة رومي والكاتشب بتاعنا. يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش تحطولي اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. حطينا الطاسة على النار لحد معاها حبة زيت لحد ما سخنوا، وحطيت معايا بقى كريباتي. كريبات معايا اهي بعد ما خلصت. اكل بيتنا النهارده كريبات. شوفوا بقى جماله وحلاوته. ودي الفاهيتا الفراخ، شايفين عامله ازاي من جوه وجمالها وحلاوتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطولي اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ويلا بينا نقول الدعاء بتاعنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ما تنسونيش في اللايك والشير. مع السلامة.